يلا. مرحبا، أنا نور ومن هواياتي تحضير الحلويات المميزة على أنواعها. وهلأ رح نتعلم سوا كيف منزين كيك. مزين كيك. يمكن برأيكم صعب تحضير كيك مميز بالبيت، وأنا كنت مثلكم هيك فكر كمان، بس من بعد ما حضرت فيديوز على اليوتيوب لقيت إنه الموضوع أهين مما كنت مفكرة. صورت أنا عدة فيديوز مع أطيب طبخة، ومن أكثر الأسئلة اللي لاحظتها هي عن طريقة تحضير الكيك، لهيك قررت بلش معكم من الصفر وأعلمكم كيف منحضر كيك. ووصفة اليوم هي كيك الفانيلا، ورح نشوف كيف بطريقة سهلة رح نحضره. لنحضر كيك الفانيلا نحن بحاجة ل5 حبات بيض، كباية سكر، كباية طحين، معلقة صغيرة بيكنج باودر وفانيلا. هيدي الكمية كافية لنحضر 3 طبقات كيك. هيدي المكونات بتعملنا 3 طبقات كيك محضرين بصينية 22 سنتيمتر، وهيدا الكيك بيكفي ل10 أشخاص. نبدأ أولاً بخفق السكر، البيض مع الفانيلا. أول ما بلشت أحضر كيكس كنت أحتار أيمتى لازم أوقف خفق البيض، لحد ما عرفت إنه اللون هو الأهم، وهيدا هو اللون المطلوب. مننخل الطحين والبيكنج باودر ومنضيفهم تدريجياً على خليط البيض، ومنقلب بواسطة ملعقة خشب أو سباتشولا. منقسم المزيج على 3 صواني بالتساوي مدهونين بالزبدة ومرشوشين بالطحين. أنا بفضل استخدم ميزان مطبخ لأتأكد إنه المزيج تقسم بالتساوي على 3 صواني. لنتأكد إنه المزيج خالي من الهواء بنمرر سكين بداخله وبنضربه على سطح صلب. بنخبز القوالب بفرن محمى مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة بتتراوح بين 18 و 20 دقيقة. من الطبيعي يختلف وقت الخبز بين فرن وآخر لأنه درجة الحرارة بتختلف فيهم. لهيك بعد مرور 18 دقيقة من خبز الكيك افتح الفرن وتأكدي من نضجه. ضمن سلسلة الوصفات الأساسية لتحضير الكيك رح نحضر بحلقات لاحقة كيك شوكولا، القطر لتسقية الكيك، وعجينة السكر. انطروني. عن جد خلص. يلا. وأخيراً بنزين الكيك بالطريقة اللي احنا بنحبها. أنا اخترت الكريمة باللون الزهري، شو رأيكم؟ كل أسبوع رح طلع عليكم بفيديو جديد ووصفة جديدة. وانتو ما تنسوا تشاركوني أفكاركم والأشكال اللي عبالكم نحضرها سوا للكيك بخانة التعليقات.